تمديد حالة الطوارئ في مصر مجددا لمدة 3 أشهر. وافق مجلس النواب المصري اليوم بأغلبية كبيرة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم 27 من أكتوبر تشرين الأول المنصرم. وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في إبريل نيسان 2017 بعد هجمات انتحارية استهدفت كنيستين في مدينة طنطا بدلتا مصر وبمدينة الإسكندرية قتل على إثرها وأصيب عشرات المصريين الأقباط. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة 2 أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون 7 أيام من صدور القرار.